انا ايمي الشريف، ودي وصفتي النهارده: رز بلبن بالكمبوت الاناناس بطريقه سهله ولذيذه وناجحه جدا. يعني خلال 15 دقيقه بالظبط هيكون عندك حوالي 10 اطباق من الاطباق الحلوه اللي انت شايفاها ديت، وبتكلفه اقتصاديه جدا. هحط الرز بلبن واحط عليه قطع الكمبوت الاناناس وكريز وسوداني مجروش او جوز هند وزبيب. بصوا الطبق شكله يجنن ازاي، ومعمول بنظافه وبطريقه اقتصاديه في البيت. انا شايفه انه اوفر كتير من بره. وبصوا الوش بتاعه زي الرز بلبن اللي بتشتريه من بره. هقول لكم التريكات بتاعته واحنا شغالين ان شاء الله. بس قبل ما نبدا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب على قناتي على اليوتيوب ايمي الشريف، واهم حاجه تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا. دول حوالي كوبايه الا ربع رز مغسولين ومتصفيين. هحطهم وعليهم كوبايتين ميه واسيبهم على النار يستووا على الهادي خالص كده. وفي الوقت ده هروح على الرخامة احط حوالي 4 معالق من النشا، عليهم نص كوباية حليب، واديهم تقليبة حلوة لحد ما قوامهم يفك خالص وميبقاش فيهم اي تكتلات. بعد ما يوصلوا لان هما ياخدوا القوام اللي انا عايزاه، طبعا انا مش فارق معايا كميه الحليب اللي بحطه، انا الاجمالي كميه الحليب اللي هحطها 4 كوبايات. فانا خدت هنا نص كوبايه، كوبايه الا ربع، مش فارقه معايا خالص. المهم ان انا اقدر افك النشا والتكتلات بتاعته بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. لو قلقانه ممكن تصفي في الاخر بعد ما تخلصي، بس هو مش هيحتاج، لان مجرد ما بتقلبي طالما على البارد كده هيفك معاكي بسهوله. بعد كده بقى بحط حوالي 4 معالق او 3 معالق كريم شانتيه خام غير محلى. مهم قوي بقى، وهي دي التركه اللي بقولكوا عليها، هي دي اللي هتخلي وش الرز بلبن في الاخر يبقى عليه طبقه مكشكشه كده زي اللي بتشتريه من بره بالظبط. طب لو ما عنديش كريم شانتيه خام ممكن استخدم لبن بودر، هيديني نفس النتيجه برضو. ممكن استخدم كريمه لباني، ممكن استخدم قشطه، اي حاجه متاحه، بس طبعا احسن حاجه الكريم شانتيه ويليها اللبن البودر. بدي بقى تقليبة. لو حسيتي ان القوام بقى كده تقل شوية برضو ممكن تضيفي معلقتين 3 حليب برضو من الكمية بتاعتك. انا مش هزود عن 4 كوبايات بأي حال من الاحوال. وزي ما بقولكوا الكمية دي طلعت حوالي 9 اطباق. طبعا هيطلع من 9 ل10 اطباق حسب حجم الطبق اللي انت هتستخدميه. بكمل بقى تقليب خالص لحد ما تفك خالص. وفي نفس الوقت الرز بيستوي على النار زي ما قلتلكوا على نار هادية خالص. انا حباه ان هو يستوي على راحته. بعد كده بنزل بقى بالسكر، حوالي كوباية ونص لكوبايتين سكر، برضو ده اختياري حسب ما انتي بتحبي درجة تحلية الحلو بتاعك. وبعد كده بتنزلي باقي الحليب، بقية الحليب بتاعنا اللي هو بقية العلبة، يعني حوالي 3 كوبايات بقية الكمية. الكمية كده بتطلع قوام الرز بلبن متوسط، يعني اللي هو متماسك بس فيه هزة خفيفة كده، وانا بحبه كده. لو انتي حابة ان هو يكون اتقل ممكن تزودي معلقة نشا، لو حابة يكون اخف زودي كوباية او كوباية الا ربع من الحليب على ال4 كوبايات. بصوا بالشكل ده كده. طبعا بطمن ان السكر داب خالص. بعد كده ببدأ اقلب مرة تانية المكونات بتاعتي دي. بصوا لحد ما تفك خالص بقى، علشان المرحلة دي انا هحطها على الحليب. وانا بحطها المعلقة بقى بتاعتي بتقلب على طول، علشان مفيش حاجة تركن كده ولا كده او تكلكع مني. بصوا، وابدا اقلب لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. هي الحله اول ما هتسخن مكوناتها هتسخن تاني، هتبدا القوام يتقل. القوام بيفضل يتقل لحد ما انا اوقف النار. فانا اول ما بوصل للقوام اللي انا عايزاه بطفي النار. بس خلي بالك هو القوام بيتقل كمان بعد ما يبرد، فيعني ما تخلوش اقصى حاجه، يعني لان هو لسه هينشف تاني لما يتحط في التلاجة. بعد كده بجيب الطبق، انا جاي على بالي احطه في طبق كده مفتوح، علشان عايزه زي ما قلت لكم احط كمبوت اناناس، فيبقى باين شكله ويبقى شكله حلو. بصوا قوامه ناعم ومفيهوش اي كلكعه ولا اي حاجه، وفي نفس الوقت القوام اللي هو المتوسط اللي قلت لكم عليه، اللي هو لا ناشف قوي ولا سايل. طبعا ما ينفعش يبقى سايل خالص، هيبقى مش احسن حاجه يعني. هسيبه يهدى شويه. وبعد ما انا ما حطيتوش في التلاجة ولا حاجه، شايفين الطبقه اللي على الوش، هبدأ احط بقى قطع الكمبوت. انا مش جاي على بالي اقطعها اصلا، هحطها كده سليمة زي ما هي، وهحط جواها كريز، نوع من كسر اللون كده واضافة لطيفة. بعد كده حطي سوداني، حطي جوز هند، زبيب، فستق، المتاح عندك. اي حاجة هتبقى لطيفة جدا على الطبق.
وممكن تعملي اطباق باشكال مختلفة، والولاد بقى كل واحد يختار الشكل اللي هو عايزه، ده هيخليهم برضو يحبوا ان هم ياكلوه. على فكرة ده من الاطباق المغذية جدا، مش مكلفة، وفي نفس الوقت من الحاجات الصحية اللي تتعمل في البيت، وبالنسبة للولاد حاجة لطيفة. اظن وصفة سهلة قوي، ما خدتش ولا تعب ولا مجهود، وناجحة جدا بإذن الله. يا ريت تجربوها، تقولي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد.